لو سافرت بره مصر وبدأت تتجول في العواصم المدن الكبرى هتلاقي دايما موجود متحف باسم مصر، أو متحف وطني موجود فيه قسم الآثار المصرية. على سبيل المثال المتحف البريطاني موجود فيه قسم الآثار المصرية ويضم حوالي 130 ألف قطعة أثرية. عندنا كمان متحف اللوفر في باريس وبيضم حوالي 50 ألف قطعة أثرية. وعندنا متحف مدينة تورينو وده فيه 35 ألف قطعة أثرية لوحده. الأحدث متحف تم إنشاؤه مؤخرا وهو متحف اللوفر بأبو ظبي وبيضم حوالي 600 قطعة أثرية. ولكن هنا السؤال اللي دايما بنسأله لنفسنا، ازاي الآثار دي كلها خرجت بره مصر؟ والإجابة على السؤال ده هي موضوع حلقتنا النهاردة عن خروج أكبر مقبرة أثرية كاملة تم العثور عليها في الأقصر. لو مهتم بالتاريخ المصري القديم، أنا محمد الفار وبقدم محتوى عن كنوز مصر بالخارج. تقدروا تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. تابعوا معايا الحلقة دي. عام 1905 كان فريق البعثة الإيطالية شغالين في الأقصر بقيادة عالم الآثار أرنستو سكابريلي وهو إيطالي الجنسية. وأثناء العمال وهم شغالين في مقبرة في منطقة دير المدينة بالبر الغربي، إلا إن الأرض انجرفت بيهم لبير عمقه حوالي 4 متر ونص. ولأن علماء الآثار وحتى العمال اللي شغالين في الآثار المصرية فاهمين كويس قوي انجراف الأرض أو وجود بير ده بيعني وجود خبيئة ملكية. هنا الموضوع مختلف شوية، لأن البير نفسه مفيش جنبه أي مقبرة يدل إن البير ده مرتبط بيها، أو مفيش أي مكان جنبه يدل إن البير ده هو ليه علاقة بالملوك، لأن دير المدينة هي منطقة استخدمت للعمال اللي كانوا شغالين في مقابر وادي الملوك. ولكن هنا جت الصدمة الكبيرة لما حاول العمال نزول البير ده، فلقوا إن عمق البير حوالي 4 متر ونص وكمان واخد زاوية قايمة. وهنا بدأ مدير البعثة أرنستو سكابريلي الوقوف على البير نفسه وأمر بحفر البير. وبعد ما العمال نظفوا الجزء الداخلي من الحجارة، لقوا إن في ممر تاني موجود تحت في البير اللي هي تكملة الزاوية القايمة واللي طوله حوالي 13 متر. وهنا بدأ سكابريلي يبص للبير نفسه ويبص للممر ويفكر، يا ترى هل البير ده مجرد بير لتضليل الرصوص ولا بير دفن من اللي موجود في الأقصر؟ وبعد حوالي أسبوع من الشغل وتكسير الحجارة وتنظيف البير بالكامل وشغف كل العمال باكتشاف خبيئة ملكية، إلا أنهم أصابوا بخيمة أبل كبيرة، لأن البير في النهاية كان مغلق بالحجارة وكأنهم ماشيين ورا سراب، لأن بالتأكيد ده بير لتضليل اللصوص. وهنا بدأت تساؤلات مدير البعثة سكابريلي للعمال اللي شغالين معاه، إيه اللي يخلي المصريين ينحتوا بير عميق بالشكل ده يبقى في الآخر مغلق؟ طيب ايه اللي يخلي المصريين ينحتوا بير يستخدموه للمية في مكان اصلا جبلي ومفيش فيه اي مية؟ وهنا بدأ سكابريلي يفكر في العواقب من اهدار المال واستخدام كل العمال اللي موجودين وكمان في اهدار الوقت، خصوصا ان البير ده في النهاية هو فاضي تماما. وهنا بدأ يفكر سكابريلي في الجزء الاخطر، وهو ماذا يحدث لو تم تكسير البير من الداخل. وطبعا في الوقت ده كان مسيطر على العالم كله هي لعنة الفراعنة، وان لو فعلا البير خاص بالملوك او تضليل اللصوص هتكون في النهاية لعنة كبيرة هتصيب كل العمال اللي شغالين، وفي اولهم هو مدير البعثة سكابريلي. إلا إن سكابريلي قرر ياخد القرار الأصعب، وهو إنه يكسر الجدار اللي موجود في آخر البير. وبعد تكسير الجزء الحجري اللي موجود في البير، إلا أنهم لقوا باقي الممر وكأنه سرداب أو متاهة لتضليل اللصوص ومفيش منها أي فايدة. إلا إن سكابريلي قال أنا عايز أمشي، أنا عايز أشوف آخر البير ده وأعرف نهايته. ورغم تحذير كل العمال إنه أصر إنه يدخل البير لوحده. ولكن الغريب هنا إنه بعد ما مشي حوالي 8 متر لقى غرفة مغلقة تماما،
وموجود عليها باب خشبي صغير. ومعنى وجود باب خشبي في البير أو الممر اللي موجود تحت سطح الأرض ده معناه إن في وجود بشري كان موجود في المكان، هو المسؤول عن تقسيم البير لأجزاء وقفل الجزء اللي في النص بالحجارة. والفرحة الكبيرة هنا إن الباب الخشبي كان مغلق بالأختام الطينية. والختم الطيني ده زي ما بنسميه في وقتنا الحالي هو الشمع اللي بتقفل بيه الأبواب لآخر شخص زار المكان. وده معناه ان مفيش حد فتح المكان ده غير اصحابه الاصليين او افراد الاسرة بعد ما دفنوا شخص ما داخل بير الدفن. وهنا جمع سكاباريلي كل العمال وبدأوا لأول مرة فتح مقبرة كاملة جواها كنوز بترجع لسنة 1425 قبل الميلاد، يعني بتوقيتنا دلوقتي في 2025 بترجع ل 3450 سنة. والمقبرة دي بترجع لصاحبها وهو المهندس المعماري خاع وزوجته ميريت، واللي عاش وقت الدولة الحديثة. والواضح من الكنوز الموجودة ان الشخص ده كان شخصية مؤثرة في عصر الدولة الحديثة، ومن خلال الكنوز والأدوات الشخصية والتابوت الضخم اللي لقيناه. وبالمناسبة التابوت ده مذهب بالكامل. كان المهندس المسؤول عن الإشراف عن المكان العظيم، وده معناه في مصر القديمة إنه المهندس المسؤول عن بناء مقابر وادي الملوك والملكات، واللي عاصر كمان في الوقت ده الملك ابنحتب الثاني وتحتمس الرابع ومنحتب الثالث. وبكده يكون سكاباريلي اكتشف كل أجزاء البير ده وطلع من المكان ده مقبرة كاملة خاصة بالمهندس خاع والسيدة ميريت. وبالمناسبة محتويات المقبرة دي حوالي 467 قطعة أثرية. ولأن مصر في التوقيت ده كانت تحت الحكم البريطاني، ووزارة الآثار أو هيئة الآثار في الوقت ده كمان كان المسؤول عنها هم الأجانب، فتم نقل المقبرة بالكامل خارج مصر. كمان سكاباريلي ما اكتفاش ان هو ياخد المقبرة بالكامل، ده كمان اخد الباب الخشبي اللي كان قافل على الغرفة اللي فيها كل المحتويات دي. بالمناسبة كل محتويات المقبرة هي موجودة في جناح كامل في متحف تورينو بإيطاليا تحت مسمى كنوز المهندس خاع والسيدة ميريت. لو عجبكم الحلقة دي ما تنسوش تتابعوني، أنا محمد الفار وبقدم محتوى عن كنوز مصر بالخارج.